ديفا. انت بالعاده ايش تحبين؟ مرة أحب ألبس ديفا لأنها مريحة، وأحب هذه الألوان اللي تجي كذا هادية، وعندهم ألوان كثير زي كذا اللي تجي عسلي على أخضر. احس حلو عليك هذه على الدرجات بني. اصلا. وحبيت انها، لاحظوا بنات، شوفوا الكاميرا، كبرت عينها بشكل كذا طبيعي مره. عرفتوا هذا اي كولكشن اللي مع هدى بيوتي؟ هذه بيوتن بنات، تاخذ العقل عليها. بني على عسلي جايه وتكبر وكذا بدون حتى ميك اب. احس مره عليك حلوه، مره حلوه. جنن، مرة ناعمة. والعدسات على جودي صراحه جودي. شوفي اول شيء بستخدم الريب، برطب لك بشرتك تمام، وبحط لها سي كريسه. شفتك تستخدمينه صح؟ اي توني مسوي توتوريال بتيك توك عنه. اي درجه تستخدمين انت؟ 02. يجنن والله. تدرين عاد اليوم احس بحط لك 1 و3، سوي ميكس على وجهك. حتى 02 عليك حلو، مرة حلو، مضبوط على طول اول ما تحطينه على بشرتك. اي أحب أحطه بكل وقت صدق. هو خفيف لانه مره، وتغطيته حلوه، يبين كذا مره طبيعي. بحط لك من 3 ضغطتين، وبكثر لك من 1 بما ان بشرتها فاتحه. شوفوا الحلو انه ما يقلب على اصفر. انت يقلب معك على اصفر؟ لا، في أشياء بعد تقلب على رمادي أو شيء زي. وشو يعني مردات ثانيه؟ اي هذا ضبط عليك مره 2؟ مرة ضابط كذا، أحسه يعني نفس لون البشرة. اي. طب وش حسيتي وش اكثر شيء يعني حبيتي فيه؟ يعني ليش تستخدمينه دائما؟ لأنه خفيف، يعني ما أحس إنه في شيء على وجهي وكذا، وبنفس الوقت كذا يوحد البشرة. كذا يعطيها شوي جلو بعد. اي انا احب عشان كذا. اي وجربت احط كذا، احطه بعدين على طريقتك انت اللي احطه، بعدين احط فوقه كونسيلر. وش بعدين تستخدمي الكونسيلر؟ تارت. وطلع حلو مره؟ حلو مره حلو. بحط لها اياه اليوم نفس الطريقه بنات. فباخذ شوفوا اللونين مع بعض، ببدا اسوي لهم. لاحظوا معي طريقتي، ما احطه بسفنجه. انت سفنجه تحطينه ولا فرشه؟ لا فرشه. اي انا احطه بهالطريقه، مو على طول دايركت على البشره، بهذا الشكل. شوفوا شلون ابدا ما يعتبر كثير، ترى بيصير كانه ولا شيء حاطه حرفيا. ويدي مره خفيفه. وش تستخدمي معاه فرشه انت؟ صدق اني ما اسوي كذا، بس احس هذا احسن. وش عادي وش طريقتك قولي لي؟ نفس هذه الفرشه. حطيت لها اياه بهذا الشكل. وشوفوا لو تزيدين بعد زياده ما يكتل معك ولا يطلع تخافين انك تزيدينه يطلع يتقطع معك او شيء ابدا. يعني انت تتحكمين على كيفك بالدمج. بهذا الشكل حطيته. شوفوا فرق الجهتين وهو مره خفيف. وريهم الجهه الثانيه، وهي بسم الله عليها اصلا بشرتها صافيه، بس على طول وحد لي كل البشره. شوفوا بشكل مره طبيعي. كونسيلر من تو فيست، مره احبه صايره صدق، مره احبه. تخيلوا اني هبيت فيه يمكن هذه السنه. راح احط لك ساند. مو هذا اغمق؟ اي غامق. وبحط لك الفاتح اللي هو لايت بيج، مع اني فانيلا بعد احبه بس مدري وينه صراحه. معاه لايت بيج بهذا الشكل. تمام تمام. هنا وهنا وهنا وهنا. وبعدها بسوي لها ميكس. لاحظوا بنات معاي اللي هو رقم 1 من كريسة. لازم بنات انا هذا التكنيك لازم عندي، لازم لازم لازم. شوفوا ضغطة كاملة احطها، واحطها فوق الكونسيلر. حطيت زيادة يطلع ياخذ العقل القوام، ويكون تحت العين منور 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 ولا يخطط، يعني ياخذ العقل حرفيا. بحطه كذا وبستنى عليه شوي بعدين ببدأ أدمج. ما خليته تقريبا ثواني. أبدأ الحين أدمجه بسفنجة، ما أدمجه بفرشة، بسفنجة. طبطبة خفيفة. شوفي فوق جودي. بهذا الشكل أبدأ أدمج. طبطبة على كل البشرة كذا. خلي كذا. أيوة تمام بنات. شوفوا الحين وصلت اللون بشرتها بالضبط. حطيت لها اياه نفس لون بشرتها، مو قالب معي على اصفر
مو قالب معي على وردي، نفس اللون البشرة تماما. الحين هنا بما اسست البشرة حلوة وصارت تاخذ العقل والكونسيلر، لف عليها من جهة ثانية ايه بشكل مرة طبيعي. الحين ابدا العب بالكونتور على كيفي والبرونزر والبلاشر. بستخدم لها الحين رقم 6، شيء بسيط مرة، اخف شيء في الدنيا، لاني اذا كثرت منه راح لان بشرتها فاتحة فبيطلع مرة اوفر عليها. ابى اخذه بالفرشة. شوفي كذا جودي لف على الجنب. تحطين برونزر انتي بالعادة؟ ايه اخذ باودر بس؟ ما تحطين كريمي؟ لا. يطلع عليك واو. شوفوا كيف حطيتها، اخف شيء حرفيا بنات، اخف شيء. مستحيل اكثر، مستحيل يعني، يا دوب شيء بسيط على البشرة هذا الشكل. شوفوا الجمال، يجنن. ما انت بالعاده تحطين بس باودر؟ هذا مره احلى من الباودر، كذا احسه قاعد يبرز الملامح الوجه، ياخذ العقل عليها. صدق يجنن مره. بعد الحين مع البلاش بيطلع احلى واحلى. اللي لونه بينك؟ لا اللي لونه بينك. هذا؟ ايه هذا. شلون تحطينه؟ احطه احيانا على كانه تنت، يعني استخدمه هنا وعلى وكيف يبقع معاك؟ لا ابد. وش حبيتي فيه طيب؟ كذا خفيف وسهل يندمج. ايوه مره سهل يندمج. شوفوا حطيت لها كل هالكميه، مستوعبين بنات؟ وشوفوا كيف الدم بيطلع ياخذ العقل. طبعا عليك البلش انتي، يعني احس من احلى الاشياء اللي في تريكس الميك اب، بيطلع عليها ياخذ العقل. حطيت لها بلش تمام حلو. وبعد نفس الشيء اخذت الدارك بس نقطه حرفيا، وبحط لها اياه على الانف بهذا الطريقه. هنا شوي قصي هذا خلاص. طيب هنا شوي وهنا ببدأ أدمجه وعلى فوق هنا هذا الشكل. لها كونتور الأنف. تسوين بالعادة كونتور حق خشم؟ تحطين كذا بهذا الشكل؟ لا كذا باودر وخفيف. كله باودر أنت ها؟ ايه. حتى الباودر عليك كويس حلو يعني يومي حلو. شوفوا بحط لها إياه بهذا الشكل تمام، وبدمج لها اياه. وبعد هنا يبغى شوي وهنا فوق الشفايف. كونتور الأنف معي المشكلة دائما يبقع إذا كان كريمي. لأنك يمكن تكثرين؟ ايه يمكن، أو يكون قوي. أنا أحب أدمجه، تدرين وشو؟ عشان ما يبقع بقايا الفونديشن. عرفتي الفرشة اللي ما يكون فيها بقايا؟ ايه ما يسحبه كله. لا بالعكس أحسه يخليه، شوفي الحين دمجته يخليه كذا طبيعي، فهمتي؟ ما أحسه مبقع هذا الشكل. يجنن مرة طبيعي طالع، لأن دمجت بفرشة فيها بقايا فونديشن. حتى كلها مدموجة يعني بنفس الطريقة كذا كونتور طبيعي. وإذا أنا أخذ كذا نقطة أي بصدق دايم أحسها مخربة. شوفي كيف لفي عليها، شوفوا بنات كيف مرة طبيعي ومو مبقع أبدا. تمام. استخدم الاسفنجة وببدأ أثبت لها باللوز باودر. طبعا راح استخدم لها هذه اللوز باودر، حلو عليها بتطلع مرة. شوفي فوق جودي، وببدأ أثبت بهذا الشكل على كامل. بمناطق لا شكلها مختلطة. هنا على الجبهة، الأنف، حوالين الفم. أيوة. بحط لها الحين الأصفر. خلينا نشوف وشو أحلى. خلينا نشوف أواخر هذا. أبدأ أدمجه. أنا متعودة على الأصفر صراحة. خلينا نشوف دقيقة بدمجه زين. أوكي. الأصفر أحسها حبيت الأصفر أكثر، الرماء الهالات شوي. بحط لها الحين الفكسر وشوفوا كيف أحلى. غمضي وريلاكس، كل شيء بيتغير، حتى درجة اللوز باودر بتصير أحلى. خففيه تقريبا، أحط 3-4 بخات، ولما ينشف تماما تفتح. شوفوا الجمال لما حطيت الفكسر كيف كل شيء اندمج على بعض وطلع ياخذ العقل حرفيا. ببدأ أحط لها
الحين الهايلايتر بحط لها على الخد كله، وبوريكم كيف بعد النتيجة. بحط لها اياه على الخد كذا بهذا الشكل، غمضي. طبطبة بالفرشة، وبحط لك اياه بعد على الجبهة، وبحط لها اياه شوي هنا كامل على الجبهة، وبحط لها اياه على الخشم، فوق الشفايف، على الخد، وجوا العين شوي. اني حاطة لوس باودر بزيد لها البلاش، وشوفوا انه عادي حتى الدمج فيه مرة عادي، يعني مو تشيلين هم انه لا اخاف يكتل او يبقع، عادي مرة دمجته مع الهايلايت بهذه الطريقة. يجنن جوك الحين، ها تحب الهايلايت مت عليه، حتى البلاش كذا طالع مرة حلو عليك صدق. ايه بس اشيل ازاي الهايلايت نحطه عادي بكل يعني كله، ايه فوق الحاجب، على الخشم، فوق الخد، الدقن، ياخذ العقل عليها. يلا الحين ببدأ بالعيون. شوفوا انا هذه اللوك اللي الحين بسويه اعشقه، حتى على نفسي ترى انا احب احطه دائما، اللي هو خذيت من فينتج بنات، اللي هو هذه الدرجة بوريكم اياها، هذه احطها شوي هنا وافقع الكورة. دقيقة بوريكم الحين، افقع الكورة واخذها غمضي. شوفوا كيف بدون لا كونسيلر ولا شيء، على طول دايركت احطها على العين بهذا الشكل، طبطبة على كل العين كأنه يصير موية وفاتح، يجيب يطلع لونه واضح بدون كونسيلر ولا شيء تخيلي، وتدمجين على كيفك. شوفوا بهذا الشكل، من سنين ترى استخدم انا فينتج. افتحي مرة واضح مرة. شوفي حتى الحين بحط زيادة الدرجة الأفتح. يجنن ما قد. طبعا جودي فنانة بالحواجب. طيب حبيت الترك حقتها اللي هي تستخدمين ايلاينر اسود، بنات ايلاينر هو من البراند نفسه مكتوب ايلاينر، لكن احنا على كيفنا قررنا نسوي الحواجب. ومرة حبيت، لأن تدرين قد حكيت عنها إنه دائما في بنات زي مثلا شعر جودي أسود مرة ما شاء الله، وحواجبها سوداء وتعتبر سميكة صح الشعرة نفسها، ولا ألاق يعني حتى لو بني يكون بني غامق معها. تدرين هذه أحلى فقرة اليوم، لما ترسمين ببني شو يصير؟ يطلع لون غير، صح الجلد يلمع وإيش الحاجب غامق، فمهما تغمقين ما يطلع تحسينهم نفس بعض، فتستخدم ايلاينر أسود. عرفتوا ايش قصدي بنات؟ لكن الحين بنوري لكم توتوريال، وانا مره مبسوطه ان هي جودي اللي راح تسويه، فبتشوفون كيف الحواجب اللي زي اللي غامقه وشعرها اسود كيف نستخدم الايلاينر الاسود لرسم الحواجب. يلا الحين بستخدم هذه الماسكارا حقت كريسا عشان تثبت اكثر. قولي لهم شلون تحبين يكون الطرف. اول شيء من هنا كذا امشطها على جنب مو على فوق، لان اذا على فوق تصير مره حاده لان حواجبي شوي طويله. حلو، هذه الخطوه الاولى. بستخدم اي شيء فرشه او اي شيء عشان اثبتها كذا بخفيف. واهم شيء الطرف انزله على تحت. بعدين بستخدم هذا الايلاينر حق كريسا وببدأ ارسم شعرة شعرة على الطرف. الحين بترسم المقدمة. شفتوا الفرق لما تستخدم غامق أسود؟ أحلى
صح البني عليها، على الشعر الاسود اللي شعر مره اسود مره. وما نخليه حاد بزيادة، كذا شيء بسيط بالايلاينر. عاد مع المسكرة كذا بيطلع الشكل احلى. حواجب، شوفوا هذه التريك تاخذ العقل للروج الاحمر. حواجب باي شيء كذا بني طيب واللون الاحمر احلى شيء تحددين، مو بمحدد احمر لا، محدد غامق زي كذا مايل على بني بهذا الشكل. حلو، تحددين في الشفايف. تحددين بهذا الشكل اللون البني. طبعا انا احب هذه الدرجة مرة اللي هي براون. طيب مو دارك لا براون، واحدد فيها الشفايف بهذا الشكل. بعدها اخذ الروج اللي هو الاحمر من كريسة وابدا احطه بهذا الشكل. طبعا اللون الأحمر يفرق من بشرة للثانية، يعني أنا علي يطلع اللون أفتح شوي وعليها لأنها فاتحة يطلع أحمر أحمر.